أهلا بيكم في قناتي ابدأ مع نفسك. دي أول حلقة من حلقات إزاي تبقى أفضل نسخة من نفسك، والنهاردة هتكلم معاكم في موضوع مهم قوي ألا وهو الفشل، أو بمعنى أصح الخوف من الفشل. الفشل ده أول سلمة من سلالم النجاح. عشان تنجح لازم تفشل. مفيش حد ناجح إلا ومر بفشل كبير في أول حياته. إيه يعني ما دخلتش الكلية اللي انت عايزها، ما دخلتش المدرسة اللي انت عايزها؟ عادي، فشلت في السلمة الأولى، كمل بقية طريقك، كمل حياتك. الفشل مش نهاية، دي بداية لحاجة أحسن. ربنا اختار لك طريق جديد، كمل في الطريق اللي ربنا اختارهولك، وأنا متأكدة إن الطريق اللي ربنا اختارهولك هيكون أحسن ليك من اللي انت كنت مختاره. اللي عايز يبدأ في حاجة وخايف من الفشل، هتيجي تسأله انت خايف من ايه؟ هيقولك من الفشل. طيب انت جربت وفشلت؟ او انت بدأت وفشلت؟ هيقولك لا لسه ما بدأتش. طب ما خايف من ايه؟ ورط نفسك في الحاجة اللي انت عايز تعملها، ابدأ. عشان لو استنيت الظروف المناسبة او الحلوة لما تيجي مش هتيجي. ابدأ وحاول واستمر وفي النهاية هتنجح. طيب هو الفشل حاجة وحشة؟ السؤال ده غريب بس مهم جدا. في ناس كتير اتربت ان الفشل عيب، او مادام انت وقعت يبقى انت فاشل، لو مشروعك خسر يبقى اكيد انت معرفتش تديره. بس كل ده كذب. اغلب الناس اللي نجحوا قبل كده مروا بكمية فشل مش مرة واحدة، دي مرات. هنيجي لتوماس إديسون اللي اخترع اللمبة. الراجل ده فشل 1000 مرة قبل كده، بس بيقول أنا ما فشلتش، أنا اكتشفت 1000 طريقة وما نفعتش. هو ده التفكير اللي عايزين نوصله. الخوف بيجي من حاجات كتير، أهمها الخوف من نظرة الناس أو المقارنة باللي حوالينا والتجارب القديمة اللي وجعتنا. يعني مثلا لو جربت قبل كده تبدأ حاجة وفشلت، دماغك هتفضل تفتكر الألم ده زي ما تكون لمست نار ومخك بيقولك بلاش تلمسها تاني. بس بلاش ننسى احنا اتعلمنا نمشي بعد كام مرة وقعنا فيها واحنا أطفال، ولا حد قال لنا وقتها انت فاشل، لأ كانوا بيشجعونا نقوم تاني. طب ليه واحنا كبرنا بقينا أقسى على نفسنا؟ طيب ازاي اتعامل مع الفشل ده؟ أول حاجة اعترف بيه، قول لنفسك أنا خايف بس ده مش معناه إني مش هكمل. خده على خفيف، بمعنى بدل ما تقول لنفسك أنا هفشل، قول طيب أنا هجرب ولو فشلت هتعلم. خطط بس ما تغرقش في التفاصيل، ابدأ حتى لو مش جاهز 100%. خليك فاكر كل حد ناجح كان في مرة خايف، بس الفرق انه ما استسلمش. يعني مثلا لو نفسك تبدأ قناة يوتيوب، تلاقي صوت جواك بيقول طب وانا هفشل قدام الناس، طب ما يمكن محدش يتفرج عليا، طب انا مش مؤهل. طبعا دي ناس بتحترف جلد الذات. الآخر اسمعني كده وانت مغمض، الخوف طبيعي بس استسلامك ليه اختيار. محدش بيبدأ حاجة هو ضامن النجاح، بس كل اللي نجحوا كانوا شجعان كفاية ان هما يجربوا. قول لنفسك كل يوم انا مش فاشل، انا بتعلم في الطريق. وصدقني اللي بيحاول ما بيفشلش، واللي بيفشل ده هو اللي ما بيحاولش اصلا. شكرا انك قضيت وقتك معايا في البودكاست ده. لو حاسس ان الكلام لمسك ابعته لحد بيخاف يبدأ، او لو حاسس انك لسه بتخاف اوعى تخلي الخوف يعطلك عن الحياة اللي بتتمناها واللي بتستحقها. كانت معاكم قناة ابدأ مع نفسك، واستنوني في بودكاست جديد. سلام.